واش عمرك وقفتي في موقف وسولتي راسك شنو هي حقوقي؟ كيفاش نقدر نحمي راسي؟ شنو كيقول القانون في هذه القضية؟ بزاف منا كيعيشوا مشاكل في الخدمة أو حتى في حياتهم اليومية، ولكن قليل اللي عارف القانون شنو كيقول وكيفاش يقدر يدافع على حقه. هنا في برنامج من حقك تعرف حقك غادي نوضحوا ليك كل شيء، غادي نشرحوا ليك المواد القانونية بلغة بسيطة وسهلة وبالدارجة المغربية باش تكون واعي بكل صغيرة وكبيرة كتمس حقوقك. هدفنا أننا نقربوا القانون لكل مغربي ومغربية ونخليوك مسلح بالمعرفة باش تاخد حقك بكل ثقة. معاك خطوة خطوة نشرحوا القوانين، نعطيوك أمثلة من الواقع ونخليوك ديما عارف شنو عندك وشنو اللي عليك. من حقك تعرف حقك، لأن الجهل بالقانون ما بقاش عذر والمعرفة هي الوسيلة ديالك. تابعنا وغادي نكشفوا ليك أسرار القانون المغربي اللي كيعنيك، لأن من حقك تعرف حقك. السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج من حقك تعرف حقك، برنامج جديد غادي نغوصوا فيه في الجانب القانوني ديال حياتنا اليومية باش نفهموا الحقوق والواجبات ديالنا، ولكن بأسلوب بسيط ومفهوم بلا مصطلحات معقدة وبالدارجة المغربية اللي كتوصل لكل واحد فينا. بزاف ديال الناس كيسمعوا على قانون الشغل، وهذا القانون هو اللي غيكون المحور ديال الجزء الأول من برنامجنا اللي غيستمر بحلقات متعددة، واللي كل حلقة غنشرحوا فيها مجموعة من المواد بشكل مبسط من مدونة الشغل اللي غتخلينا نعرفوا شنو هو هذا القانون، علاش كيتسمى هذا القانون، شنو الدور ديالو، شنو الحقوق اللي كيضمنها الخدام والمشغل. في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم غادي نتعرفوا على أول مواد من مدونة الشغل المغربي اللي كتوضح حدود واضحة وكتعرفنا شكون معني بهذا القانون وشكون ماشي معني، واش خدمتك فعلا محمية بقانون الشغل. غادي نجاوبوك اليوم بأسلوب بسيط وبالدارجة المغربية، فتابعونا وما تمشيو فين. السؤال: قانون الشغل المغربي على من كيطبق سيدي؟ وشكون هي الفئات اللي معنية به؟ قانون الشغل سيدي كيطبق على كل واحد عنده عقد شغل، ولكن شنو المقصود بعقد الشغل؟ سيدي عقد الشغل هو الاتفاق بينك وبين مشغلك، سواء كان هذا الاتفاق مكتوب او لا شفوي، كيتضمن انك خدام عنده مقابل خلصة، سواء كنتي خدام في شركة صناعية ولا تجارية ولا في صنعة تقليدية بحال النجار او الحداد ولا في ضيعة فلاحية ولا غابوية ولا حتى في مقاولات تابعة للدولة أو الجماعات المحلية، بشرط تكون عندها طابع صناعي تجاري أو فلاحي. السؤال ديالي: ولكن شكون مازال داخل في هذا القانون؟ سيدي قانون الشغل ماشي غير للمقاولات، راه كيشمل حتى التعاونيات، الجمعيات مهما كان النوع ديالها، الشركات المدنية، النقابات والمجموعات، وحتى الناس اللي كيخدموا في مهن حرة بحال المحاميين أو الأطباء، وحتى الناس اللي كيخدموا في قطاع الخدمات بحال الخدامة في المطاعم ولا الصالونات. بمعنى أي واحد عنده علاقة شغل بأجر وقابل يكون عنده مشغل، راه قانون الشغل كيدخل ضمنه. السؤال ديالي يا سيدي: شنو هو الهدف ديال القانون ملي وسع في هذه الفئات بزاف وخلاهم يدخلوا كلهم في قانون الشغل؟ هاد التوسع سيدي اللي كاين في قانون الشغل المغربي كيبين لنا ان القانون كيبغي يحمي اولا الحقوق ديال العمال باش ما يتعرضوش للظلم، ثانيا المشغل نفسه باش تكون العلاقه قانونيه ومبنيه على احترام متبادل، ثالثا هو التنظيم العام ديال سوق العمل او سوق الشغل باش تكون المنافسه ديما شريفه. وخليني نضرب ليك امثله من الواقع باش تزيد تفهم اكثر. فمحمد اذا كان يخدم في معمل ديال الحديد راه قانون الشغل كيسري عليه. فاطمه خدامه عند واحد الفلاح في الفيرما ديالو، قانون الشغل كيطبق عليها. سعيد عنده محل خياطه صغير وخدام معاه واحد الوليد كيتعلم، راه حتى سعيد ملزم يحترم قانون الشغل. فهاد الماده الاولى سيدي كتبين لنا ان قانون الشغل كيهم كل واحد خدام باجر وعنده مشغل. السؤال ديالي يا سيدي الله يخليك: واش قانون الشغل كيحمي حتى اللي خدامين برا الشركات الكبيره؟ وشنو هو المشترك بين اللي كيخدم في الدار ولا اللي كيدير طلبات لصالح شركه ولا اللي كيقدم خدمات باسم مقاوله؟ واش فعلا يا سيدي هاد الناس عندهم نفس الحمايه ديال قانون الشغل؟
قانون الشغل اسيدي كيتوسع باش يشمل فئات مختلفة خدامة بطرق غير مباشرة. واش عارف شكون هما بعدا؟ اولا الناس اللي كيديروا خدمات باسم مقاولة، بحال الناس اللي كيشدوا صفقة مع مقاولة ويخدموا لصالح الزبناء ديالها سواء بتكليف مباشر من المشغل ولا بالرضا ديالو. مثال شخص خدام في مركز اتصال كول سنتر كيجاوب على الزبناء باسم الشركة. ثانيا الناس اللي كيتكلفوا بالبيع والطلبات لصالح مقاولة وحدة، ولكن بشرط انهم يخدموا في محل تابع للشركة يلتزموا بالشروط والأثمنة اللي كيفرضها المشغل. مثال شخص كيسير محل تجاري بتعليمات مباشرة من الشركة. ثالثا الأجراء اللي كيخدموا في ديورهم، هادو هما الناس اللي خدامين من منازلهم لحساب مقاولات. مثال سيدة كتصاوب ملابس تقليدية بالطلب لصالح واحد المقاولة ديال الأزياء. فهادو هما الفئات اللي كتحدث عليهم المادة الثانية. السؤال ديالي يا سيدي، شنو هو الفرق بين الأجير اللي كيخدم في مقاولة عمومية أو خاصة والصحفي أو البحار بحال حالتي؟ واش هاد الناس خاضعين لنفس القوانين؟ واش كاين استثناءات؟ المادة 3 كتوضح سيدي أن هناك فئات معينة ديال الأجراء اللي كيبقاو خاضعين لأنظمة خاصة، ولكن هاد الأنظمة ما خاصهاش تكون أقل من الحقوق اللي كتضمنها مدونة الشغل. يعني حتى لو عندهم قوانين خاصة بهم، هاد القوانين ما تقدرش تنقص من الحقوق اللي كتعطيها المدونة. ولكن شكون هما هاد الفئات؟ أولا أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية ديال الدولة والجماعات المحلية. هاد الناس خدامين في مؤسسات عمومية ولكن عندهم أنظمة خاصة بهم، ومع ذلك ما خاصهاش تقلل من حقوقهم اللي كتعطيها مدونة الشغل. ثانيا البحارة، بحكم طبيعة خدمتهم في البحر عندهم قوانين كتراعي الظروف ديالهم، ولكن نفس الشيء الحقوق الأساسية ديال مدونة الشغل كيبقاو عندهم. ثالثا أجراء المقاولات المنجمية، الناس اللي خدامين في المناجم عندهم قوانين خاصة كتاخذ بعين الاعتبار المخاطر اللي كيواجهوها، ولكن حقوقهم في الأجر العطال التغطية الاجتماعية خاصها تكون محترمة. رابعا الصحفيون المهنيون، الصحفيين عندهم وضع خاص في القانون بحكم طبيعة خدمتهم، ولكن الحقوق اللي كتضمنها المدونة كيبقاو عندهم. خامسا أجراء الصناعة السينمائية، خدامين في السينما عندهم قوانين خاصة كتاخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم اللي كتكون مرات موسمية أو مشروع معين، ولكن الحقوق الأساسية ما كتضيعش. سادسا البوابون في البنايات المعدة للسكنة، هذه الفئة خدامة في البنايات السكنية كحراس أو بوابون عندهم أنظمة خاصة بهم، ولكن مع احترام الحقوق اللي كتعطيها المدونة. هنا نقطة مهمة بزاف، حتى لو كانت هذه الفئات عندها قوانين خاصة كاين بزاف ديال الأمور اللي كتسري عليهم كتطبق عليهم بحال جميع الأجراء، خصوصا في الحالات اللي ما كاينش النصوص في القوانين ديالهم. وحتى الأجراء اللي خدامين في المقاولات ما عندهمش أنظمة خاصة، أو حتى أجراء القطاع العام اللي ما خاضعينش لقوانين أخرى كيبقاو خاضعين لأحكام مدونة الشغل. أمثلة من الواقع باش تزيد تفهم، مثال على البحارة، واحد البحار تعرض لحادث في خدمته، القانون كيعطيه الحق في التعويض بحال جميع الأجراء رغم أن عنده نظام خاص كينظم خدمتهم. مثال على الصحفيين، واحد الصحفي كان خدام مع جريدة والغاو العقد ديالو بطريقة غير قانونية، كيقدر يرجع للقضاء ويطالب بحقوقه اللي كتعطيها المدونة. إذا سيدي المادة الثالثة كتوضح لنا واحد المبدأ أساسي، الحقوق ديال الأجراء سواء عندهم أنظمة خاصة ولا لا ما خاصهاش تكون أقل من الحقوق اللي كتعطيها مدونة الشغل. واخا تكون بحار، صحفي أو حتى بواب، من حقك تعرف حقك وتطالب به. وأنا أسيدي شنو هي وضعيتي كخدامة في الديور؟ وش حتى قانون الشغل كيحميني؟ وانا سيدي خدام كحرفي تقليدي. واش المشغل اللي كيعاونوه عائلته معاهم خدامين قل من 5 عندهم نفس القوانين؟ واش الحرفيين اللي كيديروا حرف تقليدية في محلات صغيرة كيتطبق عليهم نفس قانون الشغل بحال الشركات الكبيرة؟ وشنو هي الشروط سيدي باش تعتبر واحد المشغل داخل في إطار القطاع التقليدي؟
المادة 4 سيادنا كتجاوب على هاد التساؤلات. خدام البيوت والحرفيين اللي كيخدموا في الصناعة التقليدية كتأكد لنا أولا أن خدام البيوت عندهم قانون خاص كيحدد جميع الجوانب اللي كتنظم العلاقة بينهم وبين المشغلين. واش القانون هذا واضح؟ وشنو كيعني بخدم البيوت؟ هما الناس اللي كيديروا خدمات منزلية بحال التنقية ديال الدار والطياب ويعتنيوا بالأطفال، ولا الناس اللي كبار في العمر. وشنو كيعني قانون خاص؟ يعني أن العلاقة بين خدام البيوت والمشغل كتحتاج تعاقد واضح، والحقوق ديال الخدام ضروري تكون مضمونة. مثال، خاص الأجر يكون محدد مسبقا في العقد، ساعات العمل مضبوطة، وواجبات المشغل بأنه يوفر بيئة عمل آمنة، يحترم الخصوصية. وعلاش القانون كيخصهم بالذات بنظام خاص؟ لأنهم فئة هشة غالبا كتكون معرضة للاستغلال أو عدم احترام حقوقها. أما بالنسبة للمهن التقليدية الصرفة والتنظيم ديالها، فالقانون كيهتم يعطي أهمية خاصة لهذه المهن التقليدية اللي كيتسمى أصحابها مشغلين في الصناعة التقليدية. وكاين قانون خاص اللي كينظم بين المشغلين في هذه الصناعة التقليدية الصرفة والأجراء ديالهم. وشكون هما هاد الناس؟ هما الناس اللي كيمارسوا حرف يدوية، مثلا صناعة الزرابي، الخياطة التقليدية، النجارة اليدوية. وشنو الشروط باش المشغل يدخل ضمن هذه الفئة؟ باش الشخص يتصنف كمشغل في الصناعة التقليدية خاصو يستوفي الشروط التالية: يكون شخص طبيعي ماشي شركة، يشتغل مع مراته أو أفراد من عائلته بحال الوالدين أو الأولاد، إذا عنده مساعدين ما يتعداش العدد ديالهم 5، يخدم من دارو أو من محل خاص، والمنتوجات ديالو تكون موجهة للبيع. وعلاش بالضبط كيتحدد عدد المساعدين؟ باش يبقى النشاط في الإطار التقليدي الصرف وما يتحولش لنشاط صناعي أو تجاري كبير. وهنا قلنا المادة الرابعة أنه كاين استثناءات من قانون الشغل، يعني كاين بعض الفئات مستثنات من تطبيق قانون الشغل، ولكن خاصها كما شفنا تستوفى شروط صارمة. مشغل خاص يكون شخص طبيعي فقط، عدد العاملين اللي كيساعدوه ما يكونش أكثر من 5، الدخل السنوي ديالو ما يتجاوزش 5 مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل. وشنو الهدف من هذه الشروط؟ باش تكون التفرقة واضحة بين النشاط التقليدي البسيط والنشاط الصناعي الكبير اللي كيتطلب قوانين أكثر تعقيد. فالقانون كيوفر حماية كبيرة لفئة خدام البيوت وأصحاب الحرف التقليدية، وهنا هادو كما شفنا عندهم قوانين خاصة اللي كتنظم العلاقة بينهم وبين المشغلين ديالهم. وانا سيدي متدرب في واحد الشركة، وبغيت نعرف واش عندي نفس الحقوق بحال الأجراء اللي كيشتغلوا في المقاولات والشركات. عندي شي تساؤلات بحال الحماية اللي كيتضمنها القانون لينا حنا اللي ستاجير، مثلا إذا تعرضت لحادث أو مرض مهني واش كيحق لي التعويض؟ وشنو بالنسبة للراحة الأسبوعية، العطلة السنوية، واش أسيدي عندي حق فيها حتى أنا؟ الإجابة ديال السؤال ديالك أسيدي غنلقاوها في المادة 5 اللي كتخص فئة المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني والمستفيدين من التدرج المهني، يعني الأشخاص اللي كيديروا تدريب أو تدريج مهني باش يندمجوا في مجال الشغل. المادة هذه كتأكد على أنهم بالرغم من أنهم في مرحلة ديال التدريب أو التعليم راه عندهم نفس الحقوق اللي كيعطيها القانون للأجراء العاديين في سوق الشغل. من بين هاد الحقوق كاين التعويض عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، يعني إذا وقع لهم شي حادث أثناء التدريب أو أصابهم مرض مهني بسبب الخدمة ديالهم عندهم حق في التعويض. مدة الشغل يعني كيفاش كيتنظم وقت العمل ديالهم. الراحة الأسبوعية عندهم الحق في يوم راحة كل أسبوع. العطلة السنوية المؤدى عنها يعني كيستافدوا من عطلة سنوية مدفوعة الأجر. أيام الراحة والأعياد كيستافدوا من الأيام اللي كيتم فيها تعطيل الشغل بحكم الأعياد الوطنية أو الدينية. التقادم كيشمل حقهم في المطالبة بأي حقوق مستحقة بعد مدة معينة من الزمن. المادة هذه كتضمن حقوق مهمة لكل اللي كيكونوا في مرحلة ديال التكوين أو التدريب باش ما يتعرضوش حتى هما للاستغلال أو ظروف عمل غير عادلة.
وبهكذا سيادنا غنكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة الأولى من برنامج من حقك تعرف حقك. اليوم شفنا مع بعضنا البعض المواد المهمة الأولى من مدونة الشغل اللي كتبين لنا شنو كيشمل هذا قانون الشغل، وشرحنا لكم المواد اللي كتهم كل واحد فينا سواء كان شغال أو خدام في المقاولات في القطاعات التقليدية ولا حتى المتدربين اللي كيبغيو يندمجوا في مجال الشغل. تذكروا ديما أن القانون هو درعنا اللي يحمينا، وكل واحد من حقه يعرف حقوقه وواجباته باش يكون في أمان في محيط عمله. إذا كانت عندكم أي تساؤلات أو استفهامات حول المواضيع اللي تكلمنا عليها ما تضرطوش في مشاركتها معنا في التعليقات. في الحلقة الجاية غادي نتعمقوا أكثر في مواضيع جديدة اللي كتهمكم في حياتكم، فبقاو معنا وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلكم كل الحلقات القادمة أول بأول، ودعمونا بلايك. وإذا عجبكم المحتوى خليوا لينا ديما الإعجابات ديالكم وشاركوا الفيديو مع كل واحد يحتاج يعرف حقوقه، لأن من حقكم تعرفوا حقكم، وديما احنا هنا باش نفيدوكم.